الانفستمنت اكتيفيتيز جت دي. منين؟ جت منين ولا ايه؟ هو ملهاش هو كده يعني، معناها. هو كده بيبيع اصوله الثابته. بس اه. لو كده هو بيبيع، بيبيع استنى اصوله استنى الثابته، استنى يبقى دي استنى كده خساره كبيره يعني. استنى استنى حلوه قوي، عشان كده انا باخد منكم نوتس في الاول. انا هقول لك انت جاي من انهي مدرسه. هي بيبيع الاصول الثابته، اه. خساره كبيره؟ لا مش شرط. ما هو خلي بالك، بص كده. بيع مكنه قديمه جابت له فلوس مش مشكله، بس هي السؤال بقى زي ما انت قلت، في اصول ثابته. ما هو المكنه القديمه دي، ما هو مش كل يوم هيبيع مكنه قديمه دي، والا زي ما انت قلت دي تبقى مصيبه. فالفلوس المفروض ان انت لما تفتح ما لقيش الرقم ده كبير. ليه الله؟ وانت كل يوم بتبيع مكنه من مكن انت بتصفي الشركه؟ فما ينفعش. فانت بيع الاستثمارات لا، مقابل ليه شراء المكن. طيب، دي زي ما انت بتقول معلومه مهمه. تعالى بس اكمل لك عليها بقى، بدل ما انت فتحتها. ده التشغيل وده الاوبريتنج. هل معنى كده ان بيع وشراء اي مكنه يعتبر نشاط استثماري؟ اقول لك لا. امال ايه؟ ما انت كاتبها. هقول لك استنى، انت لازم تكون فاهمها مش كاتبها. اشمعنى تفرق في ايه؟ هقول لك. فاكر لما قلت لك ان في 3 انواع من الشركات؟ افرض ان انا شركه تريد بتبيع مكن اصلا بقى. يعني انا كل يوم اصلا ببيع مكنه. فلو انت كل يوم بتبيع مكنه، فبيع المكن هيبقى هنا في التشغيل، مش هيبقى هنا. هنا لما تكون بعت مكنه تصوير عندك في الشركه. لكن انت شركه تريد بتبيع مكن، يبقى هنا المكن. اديك مثال احلى من ده. لو احنا مصنع واشترينا حته الارض اللي جنبنا عشان نبني عليها مصنع، شراء حته الارض ده نشاط استثماري. استثمار. هنعمل فيزابيلتي ستادي لنشاط جديد استثماري. وينفع يكون في التشغيل؟ ينفع. امتى؟ احنا شركه تمويل عقاري اصلا، فاحنا حضرتك بنشتري اراضي ونبيعها، فالشراء الاراضي هيبقى هنا مش هيبقى هنا. فانت لازم تبقى عارف، هو البيع والشراء بتاع الحاجه ده، دي حاجه وان تايم يعني، دليل الاستثمار بتاعك ولا مش في النشاط بتاعك. ده الفلوس اللي جايه لك من النشاط بتاعك اللي في السجل التجاري. ليك سجل تجاري، انا بعمل ايه؟ بعمل كذا. الفلوس اللي بتيجي منه هنا. لكن انت في السجل التجاري بتاعك انك بتبيع مكن كل يوم، لا. بتبيع اصول ثابته؟ لا، انا مش ببيع، مش النشاط بتاعي بيع اصول ثابته. بس ينفع تبيعه مره. زي ما انت قلت، ده لو هنا الرقم ده كبير تبقى مصيبه. وعلى فكره، ما هو احنا ممكن ناس تعرض تقول لك دي كاش فلو. ما هي دي كاش فلو على فكره، ما اقدرش اقول لا على فكره. فيها رصيد اول المده والفلوس اللي جات لي والفلوس اللي ينفع اقول كاش فلو. بس اللي هيحلل هيطلع المصيبه زي ما انت قلت. لكن انا لو عملت كده وشفت الانواع دي، ايه ده؟ لا. ده 600,000 دول اصلا، دول حوار. ده مش جايين من حته معينه. دول جايين من مثلا من بيع مكن قديم او جديد. يا اما يكون اصل، يعني انت النهارده باع مكنه قديمه ب 100 واشترى جديده ب 30,000. ايه التهريج ده؟ ده كده في حاجه غلط. المفترض العكس يعني، اشتري الجديد اغلى. فانت دايما لما تقطع التقطيعه دي، هي هتقول لك حاجات، الارقام هتنط تقول لك حاجات، لان العلم قطع التقطيعه دي علشان يوريك حاجات.